الأهلي بيتصدر الدوري للمرة الأولى هذا الموسم. الأهلي بيتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بضربة جزاء كارثية. مباراة كانت مثيرة جدا وفيها كلام كتير من لعيبة وحكام وكمان جمهور. خليك معايا هقولك على أهم النقط اللي حصلت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالأمس. بداية كده الأهلي بيفوز على نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف. الهدف الثاني للنادي الأهلي من ضربة جزاء فضيحة بمعنى الكلمة. ضربة جزاء بتثبت إن لا في تحكيم بيفهم في التحكيم ولا حتى الأهلي بيفهم في التحكيم. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة، هي دي ضربة الجزاء اللي اتحسبت ضد الاتحاد السكندري. يعني اللاعب ايده جوه جسمه بيحمي بيها منطقة الصدر والبطن.